الزمالك بيفوز على حرس الحدود ب3 تحت انظار اوسوريو المدرب الجديد، ورساله مهمه لجماهير الاهلي والزمالك وخاصه جماهير الاهلي. حتى لو انت مش عايز تسمع الفيديو يعني سكيب مثلا 3 4 دقايق وشوف الجزء الاخير لانها حاجه مهمه. اتمنى ان انت تسمعها عشان يعني ايه، موضوع مهم بجد، اتمنى ان انت تسمعه. نتكلم، اظبطوني بس اللايكات السبسكرايب الشير لاصحابكم ونتكلم عن الماتش. اخيرا يعني كسبنا ماتشين ورا بعض، احنا اللي كنا فيه ده والله العظيم. يعني قبل ما يكون اللعيبه حلوه ولا وحشه ولا صفقات حلوه ولا صفقات وحشه، كان كل ده بسبب الضغوف اللي كان ماسك الفرقه، اللي كان مفلس كوره، اللي نسى الكوره، نسى اللعيبه كلها كره القدم بتتلعب ازاي. كل اللعيبه بقت وحشه، كل اللعيبه حتى زيزو اللي هو كان نجم الفريق بقى حاجه في الضياع. وشوف حتى شوف يعني حتى بعد ما مشى اللعيبه برضه ناسيه مبادئ كره القدم. ما انت ما تقوليش اللعيبه وحشه، اللعيبه وحشه ايه؟ ما انت بتخسر من طوب الارض في الدوري. انت مش عارف لو انت بتخسر مثلا من الاهلي وبيراميدز وفيوتشر بس وبتكسب باقي الفرق، هقول لك اه انت كواليتي اللعيبه اقل من لعيبه الاهلي وبيراميدز وفيوتشر. لا، انت بتخسر من كل الفرق اللي هي تحت، ومع الضغوف ده ولاعيبه مش عارفه تلعب كوره. احنا حتى الماتش اللي فات كسبناه كده ضالين يعني، الحمد لله، بس كان دفاعيا ايه كنا كويسين. ما جاتش علينا فرص غير الكرة اللي هي دخلت جون دي وكان تسلل صحيح. الماتش ده احنا الشوط الاول كنا لاعبين شوط حلو جدا، وهتكلم هنا عن نقطة عشان اثبت لكم ان الضغوف ده لا يفقه شيء في كرة القدم، وكان مبطل كورة اساسا الموسم اللي فات، الموسم ده اصلا يعني. ابراهيم انداي ده، ان كل الناس الصفحات الابيضة واليوتيوبرز الابيضة، واحنا هنتكلم في النقطة دي بعد ما اخلص الماتش، كله صفقات فشل. تمام يا عم، اقول لك حاجة يا عم، ابراهيم ده يا عم وحش، اقول لك حاجة وحش يا عم. هما كل الصفحات واليوتيوبرز عشان بس كان بينزل كل فين وفين 5 6 دقايق كده، والضغوف كان بينزل 5 6 دقايق كده كل ماتش كده، فيقول لك يا ده لعيب ده لا يفقه شيء في كرة القدم. مع ان اللاعب ده يعني تقريبا ما لعبش اي ماتش اساسي على ما اعتقد، انا ما شفتوش غير ماتش واحد كان اساسي فيه، اللي هو الماتش بتاع الكاس الرابطة ده. غير كده ما شفتهوش تقريبا، ده تاني ماتش اشوفه فيه بيلعب اساسي. شفت بقى السرعات، شفت الترقيص، شفته بيوصل للجون كتير لاعب مزعج جدا. اقول لك يا عم بيضيع فرص كتير، هو ضيع كذا جون اصلا وضيع كذا اسيست، بس لاعب عنده مخ، عنده كرياتيفيتي، لاعب عنده كوره، لاعب حلو جدا، لاعب كويس. يا سيدي ما انت مش هتقعد تقول لي بن شرقي وساسي، بس لاعب كويس، لاعب كويس، مش لاعب اجدع زي ما الصفحات مصورين لكم. ما اصل انتوا المشكله ان انتوا بتنساقوا ورا الصفحات واليوتيوبرز، عارف اللي هو لو قال لك شمال شمال فانت تروح شمال، يمين يمين فيمين. نفس الكلام ناصر منسي، انا كنت مراهن عليه من ساعه ما جه، وقلت عليه ان انا متاكد ان هو هيكون صفقه كويسه جدا. ناصر منسي ده ايام الضغوف ايه؟ كان بينزل 3 دقايق في 5 دقايق في 7 دقايق، هو وبالحاج اللي برضه جاي له، ما بيلعبوش خالص في الاخر. السمسرة الثمثار الموسيقار. انا على فكرة مش بدافع عن مرتضى، مرتضى عامل صفقات كتير زي الزفت، بس في لعيبه كتير اصلا ما لعبتش، في لعيبه ناصر منسي ما كانش بيلعب اهو نزل. شوف احصائيات ناصر منسي، جايب اجوان تقريبا اكتر من عدد الماتشات اللي لعبها من ساعه ما الضغوف ده ماشي، من ساعه ما بدأ يلعب اساسي، عمال يجيب اجوان. وحتى هو بيضيع فرص غريبة بصراحة، بس بيعرف يتمركز، بيعرف يقف في المكان الصح، بيجبر اللعيبة انها تديله الكورة، عكس سيف الجزيري اللي هو بس اخره ايه يقعد يحنكش بالكورة ويقع والكلام ده، ويقعد يتحرش بالمدافعين ويخلي المدافعين يتحرشوا بيه. غير كده ما بيعملش حاجة. احمد بالحاج شفتوه في الماتش بتاع افريقيا لما لعب اساسي صنع جون ولا صنع جونين، لما لعب تاني كان بقى ليه لمسة حلوة على الكورة. النهارده شفت اول ما دخل جاب الجون. ما انت ما تقوليش لعيبه وحشه وصفقات كسر، ما انت اللي صدقني، انت اللي عندك يعني، انت اللي قابض وبتهاجم اللعيبه وخلاص. وعلى فكره الخطر الحقيقي اللي على الزمالك مش الاهلي ولا اتحاد الكوره ولا الكلام ده، جماهير الزمالك اللي هي منساقه لليوتيوبرز والصفحات الابيضه اللي هم مسمين نفسهم زملكاويه، بس هم اصلا بياخدوا فلوس ويقولوا اللي على المزاج اللي بيديهم الفلوس دي. وهنا بقى هتكلم عن الجزء التاني في الحلقة. وكده ايه نقفل، الف مبروك للزمالك، وان شاء الله وسوري يعمل معانا شغل كويس، وانا متفائل معاه ان شاء الله. النقطة بقى المهمة جدا اللي بتغيظني، هو الناس اللي بتصدق اليوتيوبرز اللي هم اللي مش عارف ايه، اللي مش عارف من غير ما اقول اسماء، مهم يعني هم يوتيوبرز زملكاويه مشهورين. واحد
دخل المليون تقريبا، واحد داخل في 100,000، يقول لك احنا زملكاويه وبتاع. الزمالك يكسب ما يبقاش ليهم نفس ان هم يتكلموا، لا يعملوا لايف مع انهم في الطبيعي بيعملوا لايفات، ما يعملوش لايف، يعملوا فيديو ونص يتكلموا فيه عن عظمة الاهلي. لو الزمالك خسر كوميكس بقى، سيادة الموسيقار، اللاعب الها واللاعب الها والكلام ده. الاهلي لما يكسب الله على عظمة الاهلي، لما الاهلي يخسر ما تلاقوهمش موجودين، ما تلاقوهمش موجودين. وهنا نقطة عايز اتكلم فيها لجماهير الاهلي، انتوا صدقوني انتوا غلابة، انتوا بيضحك عليكم. يعني انت بتقول ان هو محايد، مفيش حاجة اسمها واحد محايد. انت اهلاوي، انت اهلاوي، انت عايز الزمالك يكسب، يعني عايز الزمالك يكسب كده انت محايد؟ يعني انت عايز كده الناس كلها تبقى محايدة يعني؟ ما الطبيعي ان انت عايز الزمالك يخسر، والطبيعي ان انا عايز الاهلي يخسر. وفي نفس الوقت انا بحترم الاهلاويه، انا عندي اصحابي كلهم اهلاويه وكلهم بحترمهم، ولا عمري حفلت عليهم. حتى مثلا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها لما الزمالك كان بياخد الدوري والاهلي كان حالته وحشه، ما كنتش بتريق عليهم، وهم نفس الكلام. وعلى فكره انت لو دخلت عملت على الزمالك كوميكس براحتك، احنا حالتنا زي الزفت. بس انا مش هقعد كل فيديو اقول اتكلم عن عظمه الاهلي. انا زملكاوي، ما انا لو معجب بالشكل ده للاهلي يبقى خلاص اروح اشجع الاهلي. هما بيضحكوا عليكم واخدينكم سلمه عشان يكتروا عدد المتابعين، يزودوا الريتش، يوصلوا التلفزيون، هما بيستغلوكم مش اكتر. نفس الكلام لجماهير الزمالك، ما تتابعوش الناس دي، انتوا يعني انتوا بتكسبوهم بس. يعني هو لا همه زمالك ولا همه نيلة، هو همه مصلحته ان هو يكبر قناته ويوصل للتلفزيون مش اكتر، هو بيستغلوكم مش اكتر. اتمنى يكون في وعي اكتر عند الناس ان هم ما يخلوش الناس تستغلهم بالشكل القذر ده، لان فعلا الناس دي يعني مفيش اسوأ ولا احقر من دول، لان حرفيا الناس دي خطر على الزمالك اكتر من اتحاد الكوره ومن اي واحد اهلاوي ومن اي حاجه. هم دول اللي مضيعين الزمالك اصلا، يعني لان كمان الجماهير بتصدق اي كلام. يعني لو يقول لك اللاعب ده وحش فانت بتصدق ان هو وحش عشان انت بس بتحبه وبتصدق كلامه. يقول لك اللاعب ده حلو، نفس الكلام صفحات ويوتيوبرز. فاتمنى الرساله دي توصل للناس. اظبطوا اللايكات والسبسكرايب والشير لاصحابكم، واشوفكم على خير.